قابلنا احد مؤيدين السيسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سيساوي كبير كبير؟ ما واضح. طب يعني ليه تبقى سيسي؟ فهمني ايه النظرية السيساوية اللي يخلي الواحد ياكل برسيم لغاية ما يبقى سيسي؟ والله السيسي بيعبر عن مشاعرنا. احنا ناس بتموت في الاستعباد، بتموت في اللي يقهرنا، بس اهم حاجة يوفر لنا الاكل والشرب، يوفر لنا ان احنا ننام نومه طيبه، الواحد اخر الليل كده ينام ويحط دماغه على السرير. بالنسبة للاكل والشرب يلاقي نفسه كده مرتاح. ايوه. بالنسبة للاكل والشرب، ولا في اكل ولا في شرب، المية وسخة والاكل غالي، هل هو بيوفر لك الاكل والشرب؟ السيسي لقمة من عند السيسي ب 100 لقمة من مرسي، الواحد بيحس كده انه هو ايه. متهيألي وفر لكم البرسيم كويس. لا برسيم ايه ده؟ برسيم ده عشان كنتوا البرسيم، احنا ما عندناش برسيم يا حلو، احنا بناكله فول. فول؟ طب فول. والتبن حلو؟ والتبن حلو؟ التبن ده بتاع عشان كنت يا بتاع التبن، احنا بناكله همبرجر بالبرسيم، همبرجر بالفول. بالفول؟ الفول احلى همبرجر. برضه الفول؟ كله بالفول يا باشا. طب في وقت مرسي كنت بتقول له انا بحب السيسي قوي 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 قوي. ما خلاص بموت في السيسي قوي 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 قوي. ما خلاص قوي. طب ثواني، في وقت انا مرسي لو جالي السيسي وضرب عديل السيسي من كده اديله كده، اديله كده عشان انا بحب السيسي. طب اقول لك حاجه، بحبه قوي اسمع قوي. بس، اسمع بدل ما اغلط فيك. ليه بس؟ ده السيسي ده حبيبي وانتوا يا طب في وقت مرسي، في وقت مرسي قلت مرسي هو اللي بيقطع الكهرباء ويوديها غزة. دلوقتي مرسي ماشي الكخه ده وجي واحد تاني برضه الكهرباء بتقطع. طب ايه السبب؟ منورها سيسي، منورها نوره مغطى على الكهرباء يا حبيبي. طب فهمني بس، الكهرباء برضه بتقطع ليه؟ مش مشكلة مش مشكلة. طب في وقت مرسي كنا اهم بنقول حاجة ان السيسي ريحنا من الاخوان بس. احنا مش عاوزين من السيسي اكتر من كده، خلاص هو عامل اللي عليه، اي حاجة تانية تستحملوها. اكل مش مهم، شرب مش مهم، حتى مواصلات مش مهم. اهم حاجه ان السيسي بارك الله فيه، ربنا يزيد ما يكتر من امثاله، شالين الاخوان دول. شكلك في حزب النور. هم دول اللي انت شكلك حزب نور. هم دول اللي كانوا مقفلينها البلد، هم اللي كانوا خاربينها. باعوا البلد يا اخويا، باعوا البلد. طب في وقت مرسي قالوا على مشروع قناه السويس، نص البلد اتباع للسودان، والربع الثاني اتباع لحماس، والخمس الثاني اتباع لليبيا. كان فاضل يبيعونا في سوق النجاسه ولا في سوق النخاسه. طب في وقت مرسي يا بابا ثواني بس، في وقت مرسي قلتوا ان مشروع قناة السويس ده مشروع هيبيع قناة السويس لقطر. هل دلوقتي بيقولوا ان مشروع قناة السويس هو مشروع قومي يجب ان يلتف عليه الشعب. انت ايه رأيك في الكلام ده؟ ده كلام رائع، ده كلام جميل. جميل. ما هو في وقت مرسي كان كلام وحش، اشمعنى؟ اصل كان هيبيعوا قطر، انما هيبيعوا دلوقتي الامارات. هناك فرق يا حبيبي. لو النبي. ايوه طبعا. طيب في وقت مرسي تجيب قطر زي الامارات ولا ايه؟ لا الامارات تبعنا احنا، انما قطر قطر تبع الاخوان، واحنا بنموت في الناس اللي تبعنا. ايوه. طيب في وقت مرسي قلتوا على الفلوس اللي بتيجي من قطر او من الصين او من تركيا كاستثمارات انها شحاته. دلوقتي احنا بنتشحت لبسه مستعمله وفلينات معفنه وبطاطين. ايه رايك؟ مش شحاته برضو؟ لا طبعا مش شحاته. الكلام ده بقوله للاخوان المتبرمجين اللي المرشد بيعلمهم الكلام ويقولوه وبكرروه زي البغبغانات. انما احنا ناس مش بتحفظ، احنا ناس بتفهم يا بابا. والله عمري ما شفت واحد بتاع السيسي بيفهم. احنا ناس فاهمين كل حاجه وعارفين كل حاجه. طيب البناطيل ديت والفانيلات والبطاطين الحلوه الجميله اللي بنتغطى بيها ديت. طب بالنسبه للي لبسها ايه؟ ديت يا باشا بضاعاتنا ردت لنا يا حبيبي، بضاعاتنا ردت لنا يا غالي. ده من الامارات مش من الامارات. ما احنا كل شبابنا شغال في الامارات يا حبيبي. بس دي مستعمله. ترضى تلبس لباس مستعمل؟ يا عيالنا عرجوا فيها يا باشا، عرج عيالنا يا اخويا. انت عاوز تجيب لنا صين الكفره زرادشتيين، انما كفايه انك اخوك الاماراتي حاسس بيك، واخوك المصري هناك بيبعت لك وتحس بعرقه جاي لك فيه. طب سؤال بقى حضرتك، سؤال بس معلش. في وقت مرسي قلتوا يا اخوان. لا انا مش تبع الاخوان ولا حاجه، انا تبع قناه الحياه اساسا. شكلك كده اخواني. انا تبع قناه الحياه. يعني بتحفظ ما تفهمش. طب سؤال، في وقت مرسي قلت ان مرسي بيعمل اتفاقات مع اسرائيل وبعت خطاب مع اسرائيل. حبيبي دائما. حبيبي ايوه حبيبي دائما. دلوقتي بقى حبيبي ايوه دلوقتي بقى السيسي الحلو الجميل عمل اتفاقية مع شركة اسمها سيجما. الشركة دي
اصحابها يهود واعضاء في الكونجرس اليهودي او في الليبو الاسرائيلي في امريكا، وجرائم حرب. ما بتفهموش حاجة، قاعدين زي ما انتوا تعيشوا وتموتوا، ما بتفهموش، تاخدوا سوء النية دايما مبيت عندكم. ايه يعني؟ طب اشمعنى وقت مرسي كانت النية وحشة يعني؟ في كلمة في خطاب رسمي ما بين رئيسين فلازم يكون الخطاب ما فيهوش اي الفاظ خارجة. فرق كبير يا حبيبي بين واحد اسلامي وحاطط له مشروع اسلامي وقاعد كده بعد وصوته يقول لك ايه، احراق ثوار هنروح السودان. سودان مين؟ سودان مين يا عم الحاج؟ سودان مين؟ شهداء حتى مصر، واول ما يتولى الحكم يجري على اسرائيل. على فكرة هو الحاكم الوحيد المصري اللي ما راحش مع انفسنا. احنا عندنا هو الحاكم المصري، ما بنضحكش بالشعارات، بيضحكوا عليكم ايه دي؟ هو الرئيس المصري الوحيد اللي ما راحش. بتوع الشعارات يا بتوع الشعارات يا ابو شعار. الشعارات دي في الفيسبوك، فكك انت من الكلام الفاكس ده. قاعدين في الدار. طب ماشي، تتكلموا ساعة الجد تهربوا. طب ثواني، قلتوا ان الرابعة العدوية فيها جهاد نكاح وجربانين فين ايام الجهاد النكاح؟ كانت ايام. انت ايه رحت هناك؟ لا بس سمعت، كان نفسي اروح بصراحة عشان الجهاد النكاح، بس ما شفناش اي دليل على الكلام ده. اما انا رحت ميدان التحرير شفت فيها تحرش وقوة جنسية عادي. اخوات صح؟ ده الطبيعي، اخوات. ما انا قلت لك ده الفرق بين ناس بتحمل شعارات ويقولوا اسلام وناس عايشة طبيعتها، بتعبر عن مشاعرها، بتطلع اللي جواها بدون ميوعة، بدون شكل كده، وبدون كل شوية احنا اصحاب الدين، احنا بتوع الدين، احنا بتوع الاسلام. انما احنا قلنا احنا بتوع الوساخة، احنا بتوع النجاسة، احنا بتوع انت معترف بقى عادي. طب الطبيعي بتاعنا دي مش مشكلة. الفرق بين انك تكذب وفين الرتوارث حقيقية طبعا. متشكرين قوي، متشكرين قوي. احنا تحت امرك يا باشا. خلي بالك هنجيب لك عودين برسيم تتسلى فيهم لغايه ما نيجي.